ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ورجعت لكم في فيديو جديد. طيب، من اصعب الحاجات حاليا اللي بتواجه الناس هو تجميع الجواهر او تجميع القسايم. طيب قلب اخوك اللي يجيب لك طريقة هتديك اكتر من 100,000 جوهرة، بما يقارب احسبها كده هتعدي 50 قسيمة. فعايزك تتابع معايا الفيديو الاخر، لان انت لو تحصلت على جواهر او فيفا بوينت انت هتتحصل على قسايم. فعايزك كده تتابع معايا الفيديو الاخر، لان صدقني والله العظيم طريقة النهاردة طريقة مضمونة مليون في المية. وانا بصراحة يعني بدور كتير على طرق تكون سهلة عليك انت، لان انا ممكن اجيب لك طريقة مثلا من جوه اللعبة، عروض من جوه اللعبة اقول لك اعملها واقفل الفيديو وانا عملت الفيديو كده وخلاص. لا، انا بدور لك على طرق مضمونة وطرق سهلة. فمش عايزك تستصعب الامر يا قلب اخوك، عايزك تفهم علاقة اللي انا هقوله لك بفيديو النهاردة. تمام، لان صدقني لو انت عملت كل خطوة انا اعملها لك، انا اضمن لك يا اسطى انك انت مش هتروح تشحن من عند اي حد تاني، ولا تدفع فلوس في اللعبة، ولا تعمل اي حاجة. طيب، طالب من اخواتي كده طلب، زي ما انا بفيدك تفيدني بلايك واشتراك، لان صدقني محتوانا هيفيدك، لان احنا محتوانا موجه لفيفا موبايل، مفيش اكتر من كده. اكواد، شرح احداث، يعني مثلا ازاي تحصل على جواهر، كل حاجه موجوده عندنا في القناه. طيب، زي ما قلت لك لو احنا اعتمدنا على اللعبه مش هتاخد منها قسايم. يعني احنا هنا قلب اخوك القسيمه هنا بيقول لك ب 3000 جوهره، يعني قلب اخوك ب30,000 جوهره هتاخد لك 10 قسايم. يعني احسب لك، انا بقول لك هديك اكتر من 100,000 جوهرة. طيب، الطرق ازاي يا نادر؟ اول حاجة عايزك تركن اللعبة على جنب والعروض اللي هي بتديها لك، لان انت تجميع الجوهر في اللعبة صعب وتجميع الاسامي في اللعبة صعب. وسيبك من العروض اللي جوه اللعبة برضو اللي انت تقدر تعملها وتاخد جواهر. طيب، الطرق هتكون ازاي؟ هقول لك الطرق هتكون ازاي. اول حاجة بقى عايزك كده تتابع معايا الفيديو الاخر، لان الخطوه اللي احنا داخلين عليها ديت اهم خطوه في الفيديو. طيب يا قلب اخوك، كل عليك انك انت هتدخل على جوجل بلاي وهتحمل تطبيق اسمه جيفت ريد، ديت الصوره بتاعته، تاكد ان هو ده التطبيق عشان الطريقه تظبط معاك. ناس كتير هتيجي تقول لي يا نادر انت كنت شارح على التطبيق ده قبل كده. انا مستعد اشرح على التطبيق ده كل يوم، لان الميزات اللي بتنضاف في التطبيق يوميا انا حرفيا مش عارف اقول لك ايه عليها يا اسطى. يعني التطبيق بيسهل لك عليك كل حاجه، بقول لك يا عم خد اشحن كده، لان متاح في التطبيق شحن جميع الالعاب. اول حاجه طبعا ديت قائمه العروض اللي في النص، قائمه الكود بتاعك، الاخيره قائمه السحب. لو دخلنا على قائمه السحب موجود جميع الالعاب، لكن موجود عندنا فيفا موبايل هنا. هنا بيقول لك ال100 فيفا بوينت عاملين 6 نقط، الاربع نقط عاملين الاربع نقط عاملين 40 فيفا بوينت. لكن تتخيل انك انت هتسحب من هنا يوميا اكتر من 1000 فيفا بوينت. موجود جواهر برضو. بص، انا عايزك تتابع معايا الفيديو الاخر. لو دخلت على الخانه اللي في النص، تمام، هيجيب لك يا اسطى خانتين، هيقول لك اكتب الكود بتاع صديقك. اكتب الكود بتاعي يا اسطى، انت هتاخد بونص وانا هاخد بونص برضو، لكن انت هتاخد لك بما يقارب 10 نقطة 15 نقطة. هتكتب 7 5 8، تمام، بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض. اتأكد انك كاتب الكود صح يا صاحبي، علشان البونص تستفيد بيه، تسحب لك منهم مثلا 200 300 فيفا بوينت ايه هدية كده. تاني حاجة بقى انك انت هتطلع ده قائمة العروض، يعني بيقول لك كل عرض هتعمله هتاخد فراولاية. طيب، انت بعد ما بتكتب الكود في ميزة حلوة التطبيق ضايفها، انك انت بعد ما بتكتب الكود وبتعمل عرض بتاخد بونص الضعف. بمعنى انك انت الكود هيديك 10 نقط، العرض بدل ما هيديك نقطة هيديك 10 نقط، بما يقارب هتاخد لك 20 نقطة. ايوه زي ما بقول لك كده. طبعا هي ديت مش جميع الاكواد، لان انا الكود بتاعي مميز وكده من التطبيق ذات نفسه، فالتطبيق بيديك بونص على الكود. مش بقول لك كده عشان تكتب الكود، انت هتكتب الكود وهتشوف بنفسك ايه اللي هيحصل يا قلب اخوك. وزي ما قلت لك بعد ما بتكتب الكود تعمل لك عرض، مثلا العرض ده يا اسطى بيقول لك حمل التطبيق ده افتحه لمدة 30 ثانية. هتحمله يا صاحبي وتفتح التطبيق وتسجل فيه كده وتقعد لك مثلا دقيقة دقيقتين فيه. وبرضه في خاصية حلوة، لو جبت مركز واحد هتاخد 250 نقطة من التطبيق. لو سمعت اعلانات برضه بيديك نقط. وبرضه هنا قلب اخوك بعد ما بتكتب كود بتعمل لك عرض، مبروك عليك ال20 نقطة. عايز بقى تسحب لك بيهم 300 400 فيفا بوينت اسحبهم. عايز مثلا تسحب من فودافون كاش وتروح تسحب تشحن جواهر، موجود برضه فودافون كاش لو انت من بره مصر، متاح بايبال يا اسطى. او ممكن تسحب لك فيفا بوينت، يعني اسهل لك، لان التطبيق المتاح فيه حاليا فيفا بوينت. ممكن انت بقى ايه، لو انت حابب الجواهر تسحب من فودافون كاش وتروح اي ستور مثلا تشحن منه يا قلب اخوك، وده برضه اثبات سحب. انا كده وضحت لك كل حاجه، ان شاء الله يا صاحبي تستفاد، ونشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.